السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان سعيد وكريم علينا يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة يعتبر تاني يوم رمضان، بس ده بقى افطار أول يوم رمضان. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، ويجمع كل شمل كل اللي بيحبوا بعض، والأهل والولاد والصحاب والقرايب والغايب، والمجمع شملهم جميعا يا رب. اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. احنا النهاردة بقى عاملين فطار حلو وجميل كده. هو مش العادي بتاعنا يعني، بس هي حاجة نسبة أول يوم رمضان. هو طبعا بيعتبر موسم، وكمان يعني أول يوم صيام وكده. ربنا يتقبل مننا يا رب إن شاء الله. احنا عاملين بقى محشي كرنب، دي أول حاجة بنبتدي بها. الأول بنجهز الحاجات اللي هي ايه بتاخد وقت ومجهود وكده، أو بتاخد وقت ومكان بتنجز بيها يعني. سلقنا الكرنب الاول وخروعته في اخر البوتاجاز اهو. وهنا بعمل بقى البصله بتاعه التسبيكه بتاعه الكرنب، بتاعه قصدي المحشي. معلش بقى صايمين كلنا، بنبقى مهنجين اول يوم وتاني اعمل، بس ما بنتعود على الصيام وكده. ربنا يتقبل مننا ان شاء الله يا رب العالمين. البصل بتاع التسبيكه وكده، ونزلنا عليه بالصلصه وركنته ورا. وهنا بقى بعمل لحمه معصجه، عشان هنعمل كمان مكرونه بشاميل وهنعمل جلاش. النهارده يوم دي طبعا، النهارده اول يوم رمضان. فان شاء الله يعني تكون فيديوهاتي بتعجبكم، ووصفاتي سهله عليكم خفيفه. بكون انا خفيفه كالعاده. كالعاده ما بقول، لكن انا خفيفه، انا مش عارفه، انتوا اللي تقولوا. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. وهنا بقى بنسبك وكله داخل في بعضه، لان انا ايدي شغاله في كل حاجه. يعني انا بعمل الصلصه بتاعه المحشي، بعصج اللحمه، بس بقى هي واكمل تعصيجة اللحمه، وبعد كده بسلق المكرونه او سلقتها تقريبا، هنعرف دلوقتي. والكرنب كمان كنت سلقته وقطعته. يعني بجهز الحاجات دي كلها، وفي الاخر بقى بطبق الاكل على بعضه. احنا تقريبا بادئين في الفطار من الساعه 1 الظهر. صلينا الظهر وقرأنا قرآن الحمد لله. وبعد كده بقى دخلنا على الفطار، واحده واحده كده. بقينا نعمل بقى على مهلنا، مش مستعجلين على الغدا، واحنا عارفين كده كده ميعاد الفطار امتى. وهنا بقى مريم بنتي ربنا يرحمها لها يا رب، كانت بتساعدني. كانت مصممه هي اللي تعمل البشاميل عشان هي بتحبها، بس بتاعت تساعدني يعني. ربنا يصلح حالها ويهديها يا رب، هي واخواتها. ايدها فرطه في الملح شويه. هنا بقى عملنا التعصيجه بتاعت المكرونه والجلاش. بحط اللحمه الاول، بنزل في زيت، بتنزل ميتها وتشربها، وبعد كده بنزل عليها بالبصل المفروم، بتتشوح كويس. وهو التوابل بتاعتها عباره عن ملح وفلفل بس. وهنا بقى بنقطع الجلاش. انا بحب اعمله كده قوي، كنت الاول بعمله سليم برضو اللي بتعمله. بقطعه على قد حجم الصينيه بالظبط، والزوايد اللي هي طالعه من الجناب ديت بحطها في النص، مش بتبان يعني، بس بتدي سمك شويه في الصينيه، وفي نفس الوقت مبقاش فيه الطروف اللي هي بتبقى تخينه في حروف الصينيه كده. بنزل بنص الكميه اللي المتقطعه، اللي هي الدواير المتساويه دي، في قاع الصينيه. وبعد كده بحط اللي بنزل باللي هي متقطعه بتاعت الجلاش دي معاها، ومع اللحمه المفرومه. وبعدين بحط النص التاني عليه وخلاص. سهل جدا ومفيهوش اي صعوبه خالص. وكمان مش بحط سمنه ما بين الطبقات، لانه بيبقى تقيل قوي قوي وسمين بزياده يعني. اهو بالشكل ده كده. انا بحط بقى الزياده اللي هي متقطعه دي، اللي هي خارج الصينيه. بظبط بيها بس الوسطانيه بتاعت الصينيه، وبعد كده بنزل عليها بقى باللحمه المعصجه. احط طبقه سمنه خفيفه الاول، لان انا حطيت في قاع الصينيه بس، مش بحط ما بين الطبقات. كنت الاول بعد كده الصراحه كان بيبقى تقيل، ويبقى هضمه تقيل شويه، والسمنه كتير صراحه متعبه. نبقى عليها بتعصيجة اللحمه. انا بنزل بنصها بس، لان النص اللحمه التاني هعمل بالبشاميل. هي صواني صغيره كده، لان انا عامله كذا صنف، مش بعمل كميات كبيره. والاكل ده والله قعد معانا يومين يعني. احنا فطرنا منه امبارح، والنهارده انا بمنتج الفيديو، اللي هو المفروض ان الفيديو ده كان نزل امبارح، بس كان التليفون بعافيه شويه، فما قدرتش انزله امبارح، وانا كمان كنت هلكانه جدا. فقلت بقى النهارده. يا رب ينول اعجابكم ان شاء الله، ويا ريت بقى اللي يعجبه حاجه مني ما ينسانيش في اللايك والاشتراك.
حبايبي كتير بيشجعوني والله، وفي ناس كتيرة جدا بتحفزني ان انا يعني اتقدم، حتى لو كسلت وحسيت ان انا تقلنا لما بلاقي حد بيحفزني ببقى حابة ان انا اشتغل يعني وفيديوهات وكده. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، ويصلح حالنا ويهدي ولادنا ويتقبل صيامنا، اللهم امين يا رب. طول ما احنا ندعي لولادنا بالهدايه ويبعد عنهم اصحاب السوء ويكفيهم شر ولاد الحرام، اللهم امين يا رب، ويصلح حالهم وينجحهم يا رب، اللهم امين. هنا بقى نزلنا ببواقي الفضلات اللي في الجلاش المتقطعه دي، وحطيت عليها طبقه سمنه كده خفيفه، وبعد كده بقى بنزل بالنص الجلاش التاني، هو اللي بقى اللي مش بحط طبعا برضو ما بين الطبقات سمنه، بنزل بيه بس كده، وبعد كده بقطع بقى وبحط سمنه خفيفه على الوش وخلاص. والتشريبه بتاعته بقى انا بعملها له قبل ما ادخله الفرن بحوالي 5 دقايق بس كده، عشان ما يطلعش معاك. والله كانها فطيره محشيه، مش جلاش متقطع. انا بصراحه كنت الاول مش بحب اعمله قوي، بحب الرقاق اكتر، لقيته لذيذ قوي وجميل، والرقاق برضو ليه طعم تاني برضو. احنا هنا طبعا بنقطعه ادخله الفرن بألف رب، وبعد كده بقى بنزل عليه بالسمنه وبركب، وبعد كده بقى بكمل المكرونه وراه. سهل خالص، ولو بنت لسه بتتعلم بتعرف تعمله، مش صعب خالص ولا في اي اختراعات يعني. بألف هنا وشفا. يا ترى عاملين ايه في الصيام؟ صيام حلو وخفيف كده ولا تقيل؟ هو جاي في جو حلو قوي، يعني جو تحس ان هو لا حر ولا زي الشهر اللي فات ده ولا اي حاجه، ولا جوع ولا عطش ولا اي حاجه، الحمد لله يعني. واليوم بيخلص بسرعه، على بال ما بنخلص فطارنا بيكون اليوم خلص. بقى احنا سقينا الجلاش السمنه، ركنته على جنب، وبعد كده بقى ان التسبيكه في المحشي كانت خلاص اتسبكت، ودي بقى اللي انا وريتها لكم في الكيس. ايوه دي بقى اللي الخضره بتاعت المحشي اللي انا كنت مفرزاها معاكم، طلعت لذيذه. انا امبارح كنت بشتري الخضار من الرابطه صغيره خالص، ومش عارف ب3 جنيه، الاتنين ب5 جنيه. كنت الاول بشتري الخمسه او السته ب5 جنيه، دلوقتي الاتنين ب5 جنيه، صغيره مش كبيره يعني. بس عشان موسم بقى واستغلال، وكنت اجيب ملوخيه لقيتها ب35 جنيه، والبتنجان ب45 جنيه. اسعار رهيبه رهيبه، انت تسمعي الاسعار كده ما تعرفيش تركزي اصلا ان كنت هتجيبي ولا لا، او اي حاجه. بس الكرنب والطماطم يعني لسه ثابتين على وضعهم يعني، محشي اسهل. وكده كده الكرنب رايح، انما البتنجان والحاجات دي جايه يعني، لسه الصيف جاي وهيدخلوا عليه. انا برضو كنت عامله كيلو كوسه، حماتي ربنا يديها الصحه يا رب، هي كانت مديها لي. وعملت بطايه والدتي برضو كانت مديها لي. يعني ربنا يخلينا اهالينا برضو بيساعدونا، ربنا يكرمهم يا رب ويحفظهم لينا، اللهم امين. هنا بقى خلطة المحشي كمان كانت خلصت، ركنتها على جنب. هنا بقى دي سمنة بلدي، انا سيحتها وبحطها على الخلطة بعد ما بخلصها خالص، علشان ريحتها بتروح لما بقلي بيها البصلة في الاول. انا بقلي البصل واخلطها كلها بالزيت، وبعد كده في الاخر خالص بقى بنزل عليها بالسمنة كده، بتبقى لذيذة قوي. ركنتها بقى على جنب، وبعد كده دخلت على البشاميل. هنا بقى بنتي اللي بتعمل، هي مصممة هي اللي تعمل البشاميل، فخليها نرتاح احنا بقى شوية. يعني تعبت والله أوي امبارح، مرتحتش. هنا بقى نزلنا بمعلقتين سمنة بلدي وسنة زيت، بس عشان تحرقش مننا، سنة زيت بسيطة خالص. وبنزل بقى بحوالي 4 أو 5 معالق. هو كيلو اللبن أنا بحط له كميته 4 أو 5 معالق دقيق. هنا كده 3 4 5 بس. بشوح بقى الدقيق في السمنة لحد بس مجرد ما اشم ريحه الدقيق، مش بحمص، مجرد ما ريحه الدقيق تطلع، او اللي يشرب السمنه بس. سنه زيت رفيع بحيث ان هي ما تتحرقش وتفوت معايا الدقيق او كده. وبعد كده بقى بنزل عليه باللبن، كيلو اللي خدت منه كوبايه بس عشان اعمل منها التشريبه الجلاش. وهو كده كده انا كنت عامله مكرونه، كنت عامله نص كيلو بس، يعني البشاميل بزياده عليها. لو عندك شوربه مثلا وعايزه تعملي نص الكميه لبن ونصها شوربه ماشي، لو عايزه تزودي كوبايه ميه برضو ماشي، غالي يعني. والتست اللي بيخلي طعمها حلو قوي بقى المكعبين المرق، بيخلوا حلو قوي. ما كنتش بعملها بيه الاول، بس لما جربتها لقيتها لذيذه قوي. ربنا يحسن ما بين رسائل كتيره قوي وانا بعمل الفيديو، معلش. هنا بقى بننزل باللبن
برضو مش بحطش من محبي كتر التوابل لانها بتخليكي تفقدي طعم الاكل نفسه. خلاص رسايل بقى. برضو نص معلقه ملح ومعلقه فلفل بس. بحط حاجه ومكعبين المرق بس كده، مش بحط حاجه تاني بقى. ونقلب فيه بقى لحد ما البشاميل يدوب فيه، وبعد كده ايه تلاقي السمك بتاعه بقى إيه تقيل شويه كده. بألف هنا يا رب. ربنا يجعله شهر خير وفرحة يا رب، ونطلع منه واحنا مجبورين، وربنا يتقبل منا الصلاة والقيام والدعاء الله رب العالمين، ويقدرنا على العبادة والشرب ان شاء الله يا رب العالمين. المكعبين هي مش الفكرة مش بياخد وقت خالص. عندي ولادي بيحبوا، اغلب الاوقات انا بعمله لوحده، يعني مش اول مرة، قليل قوي اني بعمله مع اكل، لاني لما بعمل البشاميل اللي مع الاكل كله بيتركن على جنب، والبشاميل ولادي بيركزوا فيه. هنا المضرب ده كان باظ مني، بس انا ركنته بقى، وعندي مضرب تاني اشتغلت بيه، وهي خلاص كانت بشاميل اللي كان خلاص يعني بقى كويس، مش محتاج حاجه. والمكرونه بتاعته جاهزه، وكله تحت السيطره لله يعني، جميل جدا. وكده بحبه تخين وتقيل كده، بس مبقاش تخين قوي، يعني يبقى سمكه عامل شبه الكريمه كده. ننزل بقى بمعلقه بشاميل صينيه. هي بقى بنتي لها بقى وضع خاص، يعني الحاجة. تنزل معلقه بشاميل صينيه، وبعد كده تاخد شويه بشاميل على جنب، وبعد كده تنزل بالمكرونه كلها في البشاميل. هي كانت بتعمل تنزل المكرونه كلها في البشاميل، وبعد كده بتنزل بقى بنص في الصينيه، وعليها بتاع نص التاني، وبعدين بقيه البشاميل بقى على المكرونه. وطبعا عارفينه يعني، فممكن تبقوا تنووا اكتر من الرؤيه، اكتر من القصه بتاعت الصيام. مبلص مع العيال كمان ربنا. بس هو الصيام جميل، مش احساس لا جوع ولا عطش ولا اي حاجه. ربنا يتقبل مننا يا رب. الرسائل دي تخلص بقى عشان انا طبت كتير. كم الرسائل دي كل ده عشان بس غريبه والله. شطوره شطوره. هنا بقى انا بساعدها عشان هي تمسك لي الكاميرا، ما انا مش هصور وهساعدها، او هي تصور وانا ما اعملش حاجه. هنا بقى بننزل ببقيه الحاجه اللي احنا كنا حاطينها نصها مع الجلاش. كل ده انا بطبق الاكل ولسه على حاجه. يعني انا خلصت البشاميل وركنته، قصدي خلصت الجلاش وركنته، البشاميل وهركنه. خلطة المحشي خلصت، والجلاش والمحشي اتسلق وقطعته. هي كل ده تطبيق، بس السوا بقى في الاخر مش بياخد حاجه، يعني يا دوبك بيبقى قبل الفطار بساعتين، او بسبب وقت السوا بتاع الحاجه اللي انت بتعملها. هنا بالشكل ده كده احنا سرحنا ليه كده. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى بننزل ببقيه اللي عليها. تقيل وجميل ازاي، بتطلع جوسي بقى، بتطلعش ناشفه. لما بيبقى البشاميل تقيل وكتير كده ما بتطلعش ناشفه قوي. وانا مش من الناس بقى اللي بحب احط على وشها بيضه وعشان تبقى حمرا وكده تحمر بطبيعتها، يعني منها فيها كده. حطي البيضه تلاقيه، بصي البيضه احمرت في ثانيه والمكرونه من تحت عجينه. فانا مش حابه بصراحه، الاحساس ده بيبقى وحش، انت كانك مش بتاكليه اصلا، كانك بتاكليها زي ما هي كده. انما الطريقه عجبتني في البشاميل لان انا عملتها هنا بقى البطايه طبعا كانت ومنقوعه في محلول النقع اللي هو الملح والليمون، زي الفل، وريحتها كانت جميله جدا. بنزل بقى في حله ميه مغليه الاول، وانزل بالبطايه والحوايج بتاعتها وكده، وبصلايه كده معاها شويه ملح وفلفل، بتنزلي عليها بيهم وخلاص. وطماطميه طبعا عشان الزفاره، ده مش حابه عادي يعني، بس انا بحب احطها كده سليمه، وفي الاخر بشيلها تاني عشان بس البط بيبقى سمين شويه عن الفراخ والحاجات دي. على بال بقى نكون خلصنا كمان صينيه الكنافه. هنا كيلو كنافه بس كنت انا حاطاه في جمد عشان اعرف ان انا كده. لو انت جايباه طري ممكن بس انا بصراحه بحب التسهل واحسن بكتير. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم امين. ويا ريت لو وصلتوا لحد ما تنسونيش لايك والاشتراك، ليس امر.
ربنا يبارك لكل واحد بيشجع الناس على انهم يحسسهم ان هم موجودين او ان هم شغالوا ويساعدهم بالناس اللي هم دي. نص كيلو مكرونه فرطته كويس، نص كوبايه كتير رسائل كتير ماشي. نزلت كوبايه سكر مطحون. السكر يخلي الكنافه بيخليها كلها تطلع لون واحد. ونص كوبايه الكوبايه الا ربع بلدي بقى، سمنه نباتي، زبده، اي حاجه انت حباها او المتاح عندك يعني. تنزلي على الكنافه كده بيها وبتشربيها كويس لحد ما الكنافه تشرب السمنه اللي انت حطاها كل. وبعد كده بقى بتنزلي. بس هي صراحه طلعت معايا تخينه سيكه يعني، لان الصينيه عندي كانت صغيره. الصواني التانية اللي كنت فيها الجلاش والمكرونه وكده، فدي اللي كانت متاحه عندي ان انا اقيها يعني. بس هي ما كانتش عايزه النص كيلو النص كيلو كنافه، كانت عايزه صينيه اكبر شويه، او نص كيلو كنافه كانت اسم، ما كانش اتعمل فيها كلها، كانش كله اتعمل فيها يعني. بس بصراحه لونها حلو قوي برضه. بألف هنا وشفا يا رب اللي كان في حاجه وكل منها. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، يقدرنا ان شاء الله يا رب، ويجعله في ميزان حسناتنا خدمتنا لاولادنا ووقفتنا واحنا صايمين كده ومش قادر ان احنا بنعمل لهم، بنحاول نطلع احسن حاجه واحسن ما عندنا. شفا يا رب. والله الواحد مش بقى لما بيحس ان هو رضى اللي مبسوط، مش مهم نفسه، المهم ان راضيين ومبسوطين. كان ولادي او اهلي مثلا والدي ووالدتي، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. هنا بقى حطينا نزلنا بنص كمية الكنافة، كبسناها كويس. وبعد كده بننزل بقى بالمكسرات اللي عندك ايا كان متاح بتحبيه. وفي ناس بتحبها سادة من غير مكسرات خالص، انا بعشقها سادة، بعشقها بجد سادة، تبقى تحفة احسن من المكسرات والكريمه والحاجات اللي انت بتحشيها. ولسه هعملها لكم كمان بالكريمه بقى، هتبقى لذيذه قوي. انا عملت الكنافه دي بكذا صنف بس صراحه قبل القناه. والجلاش كمان هنعمل جلاش حلو، انا بحبه جدا وليه طرق كتير. ان شاء الله الشهر قدامنا طويل، ربنا يجعله شهر خير وفرحه علينا، ما يسقناش في اي حد عزيز ولا غالي علينا، ونعمل كل اللي نفسنا فيه، وكل اللي ولادنا يحلموا بيه ربنا يقدرنا وما يكسفنا ولا يكسف حد قدام ولاده يا رب. هنا بقى نزلنا بالكنافه كلها وكبسناها كويس قوي، وبرده ركناها على جنب قبل ما نسخن الفرن. هنا بقى دي التشهيره الجلاش اللي احنا عاملينه من حبه كده، عباره عن كوبايه لبن، نص كوبايه، نص معلقه ملح، ونص معلقه فلفل، نص معلقه بيكنج باودر. البيكنج باودر ده ودي بيضه، بيضه واحده بس. البيكنج باودر بيخلي الجلاش مورق، بيحسسك ان انت عامله فطير مش جلاش. والله العظيم كان طعمه خيال كده، وكان لذيذ جدا. هنا بقى بتنزلي بالتشريبه على الجلاش كده، بتسيبيه عليها برضو لغايه ما تشربه شويه. كل ما انا ايد الفرن كده بقى يسخن، بتسيبها بقى ايه تشرب الجلاش، يشرب منها ده. ومركونه على جنب هي والكنافه والمكرونه، هي لسه الفرن وهنا بتتسلق كمان. بعد ما اطلعهم هدخلها بقى تتحمر وخلاص. والمحشي كمان ما عليتش عليه. وده الشربات كوبايتين سكر ونص ميه وكم نقطه ليمون كده، ونار. بعد ما يغلي بنسيبه حوالي 4 أو 5 لحد ما يتقل شوية، وبعد كده بقى بنطفي عليه. ماشي. رسائل برعاية الرسائل، هنسمي الفيديو ده فيديو أول يوم رمضان برعاية. بننزل عليه بقى بعصرة ليمون كده، بنحط لحد ما يغلي، وبعد كده بنسيبه شوية لغاية 4-5 دقايق كده. وهنا بقى المحشي لفيناه. طبعا مش عايزة أطول عليكم، الفيديو بتاعنا النهاردة يعني طويل على غير العادة. نزلنا بيه بقى بشوية شوربة كده من بتاعة البطاية عليه، تديله طعم عالي جدا. على بال ما المحشي يستوي تكون المكرونة والجلاش والفا وكله تمام التمام. وكمان محشي كوسة في الحلة اللي ورا دي، بس انا مصورته نسيته لان هو مش كتير يعني، بس هو كان كتغيير او كان تنويه في المحشي وخلاص. بألف هنا وشفا يا رب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان علينا جميعا وعلى اولادنا وعلى اهالينا وعلى حبايبنا وكل اللي بنحبه. انا في يوم رمضان دي بالنسبه لي كاني لسه طفله من والله. احس ان انا رجعت ورا سنين كتير، عايد على كل اللي بحبه واللي زعلانه منهم واللي انا بحبهم واللي انا مش زعلانه منهم، وبنسى زعلي من بس ان انا بحس بفرحه رمضان، مش زعل ابدا يا رب. هنا بقى الكنافه كانت وسائله، كان شكلها حلو جدا، بس برضه مش عايزين نضحك على نفسنا، هي كانت تخينه سيكه، تخينه سيكه. بس ان شاء الله الكنافه الجايه هتبقى تحفه واحلى من دي بكتير. هي معانا كده اول ولا تاني مره، وبعد كده بنظبطها. هنا بقى الفيديو بتاعنا، ويا رب ما يكونش ووصفاتي تكون عجبتكم،
وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. امر انا طلبتها فانتم مش هتكسفوني. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، ويجعله شهر خير وفرحة وبركة وكل حاجة حلوة يا رب. وربنا يا رب ينصر اخواتنا في فلسطين يا رب، وينصرهم دائهم اللهم امين، ويفك كربهم ويحنن قلوب العرب كلها عليهم يا رب العالمين. ربنا معاهم مع اطفالهم يا رب. سعيد علينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة. الجلاش مطول معانا قوي كنت معجبة بيه وسرحت وانا بصوره، شكله تحفة قوي. وهنا كمان المكرونة البشاميل اللي كانت طلعت. مع السلامة، ولسه بتكلم. المكرونة البشاميل بس كانت اتحمرت سيكة شوية، نسيت عليها، بس كانت لذيذة جدا. وكده بقى بتاعنا، ومرنا البطاية وغرفنا الكوسة وراهيت والبشاميل والجلاش بالمعجنة والشفا يا رب. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله فيديوهات جاية كتير احسن. ويا رب ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ويكون ابكم النهارده. وهقول لكم بقى مع السلامة، وكفاية عليكم كده عشان انا حاسة ان انا رايقة قوي. باي باي.